اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرق نقطة. نتكلم عن الجولة اللي خلصت، اللي كان فيها تعثر ليفربول وتعثر السيتي وتعثر ارسنال. يعني محدش كسب فيها غير تشيلسي ومانشستر يونايتد. وجولة مفاجأة، ديربي مانشستر كان فيه مفاجآت كتير. فخلونا نتكلم عن كل الحاجات دي بسرعة، فيلا بينا نبدأ. البداية أول ماتش معانا أرسنال إيفرتون. ماتش كلح شوية، شفنا يعني كلاحة من فريق إيفرتون كبيرة. يعني في لقطة بيكفورد من كتر كلاحته جاب 2 مدافعين يقفوا قدامه عشان يسيب الكرة ماشية ومحدش يضغط عليه ويعرف يمسكها. ماتش غريب قوي. شفنا أرسنال أخيرا أرتيتا بيستجيب لطلب الجماهير وبيلعب بمورينو ورايس وأوديجارد جنب بعض، بحيث إن أوديجارد يساهم أكتر في الهجوم. ويا ريته ما ساهم، يعني ضيع فرص كتيرة قوي. جات له فرصة في غلطة من ميكولينكو مدافع ايفرتون، ساكا بيلعبها له بيشوطها بس بيكفورد بيتألق. بيكفورد عامل 5 سيفز الماتش ده، كان عامل شغل كويس بصراحة، بس هو لعيب بارد برضه. شفنا لويس سكيلي الباك الشمال بيبدأ أول ماتش ليه في البريمير ليج، ويعني أعتقد إن هي بداية حلوة. الراجل خارج كلين شيت. هو يعني فرقة مش هجوميا قوية، بس برضه شكله يعني بوتنشال كويس زي بداية ساكا كده. فالشوط الاول ما فيهوش كلام كتير، يعني كذا فرصه الارسنال بتضيع وايفرتون مقفله كويس. الشوط الثاني بيبدا بنفس الطريقه يعتبر، يعني كان في هجمه خطيره مورينو بيلعبها لهافريتس، بس هافريتس ما بيلحقهاش وبتروح منهم. ارسنال ما عرفتش حتى تستغل الكورنرات كما احنا يعني زي ما احنا متعودين. بس طبعا يعني مدافعين ايفرتون طوال جدا وضخام جدا، يعني كفايه تاركوفسكي ده اصلا ده حيوان. فانت جابريال بقى صليبه الجن الازرق، الراجل ده يعني هضبه ما شاء الله عليه. فكان صعب جدا ان هم يستغلوا حاجات زي كده كمان قدام فرقه رخمه جدا دفاعيا. وكويس قوي ان الماتش ده اتاجل بتاع ايفرتون وليفربول، عشان يعني الكلاحه دي ما كانش الواحد هيستحملها الصراحه. ويعني كما كان متوقع ان الماتش هيبقى رخم وهتلاقي الفرقه اللي قدامك مقفله. ارتيتا بيعمل تغييرات غريبه جدا، بيخرج اوديجارد وبينزل نوانييري، وبرضه تبديلة الباك بباك دي بيخرج سكيلي وبيودي تيمبر باك شمال وبيلعب ببارتي باك يمين. كانت يعني غريبة قوي منه الصراحة. التغييرات ما ساعدتش الفريق خالص. كان ممكن عادي ينزل نوانييري بدل مورينو ويبدأ يهاجم اكتر من نص الملعب، بما انه كان مقفل وما كانش فيه اي فرص. بس هو ما عملش كده، وفي النهاية الماتش بيخلص 0-0. ويعني تعثر جديد لأرسنال، وهنشوف هل هيقدروا يلحقوا نفسهم وده اعتقد يعني ان هم في الشتاء بقى كده محتاجين مهاجم، وده بقى شيء ضروري عندهم. نروح لماتش ليفربول فولهام. الماتش اللي كان يعني مليء بأحداث غريبة. شفنا في أول 10 دقايق 3 انذارات، كان في تدخلات عنيفة جدا. أول الماتش شفنا تدخل عنيف من عيسى ديوب على روبرتسون، يعني خبطه في ركبته وبس الحكم قرر إن هي مش طرد، بيدوله إنذار. التصرف كان غريب منه الصراحة، ما فهمتهاش. بس الماتش بيكمل، بنشوف بعديها فولهام بتستغل الوضع، بيلعبوا كويس. شفنا هاري ويلسون بيشارك اساسي واندرياس بريرا كانوا الماتش اللي قبليه ما كانوش بيلعبوا اساسي، الماتش ده بدأوا اساسي فعلا. اندرياس بريرا بيجيب جون كويس جدا من جمله جميله فولهام عملتها. كوره بتتلعب في ظهر ارنولد، روبنسون ما بيسميش عرضيه على طول لاندرياس بريرا اللي بيفنشها حلو جدا. كان جون جميل بصراحه، والجمله دي اتلعبت كذا مره وقدروا ان هم ينجحوا يجيبوا منها جونين مش جون واحد حتى. ليفربول الماتش ده بيبدأ من غير داروين نونيز، بيبدأ بلويس دياز، جاكبو، صلاح قدام، وحتى ماك أليستر زي ما احنا عارفين موقوف، وسوبوسلاي، جونز وجرافنبرخ في نص الملعب. شفنا جونز في كرة كانت ممكن انه يعادل الكفة بسرعة، بس في الاخر كرة يعني بيتأخر فيها شوية وبتضيع، كانت يعني ممكن تساعد الفريق شويه. شفنا فولهام اغلب اعتمادها كان على الكور الطويله في ظهر الباكات سواء ارنولد او روبرتسون. هاري ويلسون يعني كانت الكوره دايما بتتلعب ناحيته اكتر، روبرتسون ما كانش فيها شويه، ويعني عدم فوقانه ده كلفه غلطه غريبه، ما عرفش يستلم الكوره. هاري ويلسون بيستغلها في الاخر. روبرتسون تدخل عنيف شويه بيكلفه طرد، يعني كان امله في اوفسايد بس ما طلعش اوفسايد. روبرتسون بيطرد بعد ما الجون بيخش بدقيقه او دقيقتين، يعني بيصعب الوضع اكتر على الفرقه. وفولهام طبعا من بعدها بتستغل الوضع. شفنا سلوت قرر يلعب بجرافنبرخ وجوميز وفان دايك كتلاتة ورا، ويبقى جاكبو هو اللي ماسك ناحيه الشمال دي، بيغطي الناحيه الشمال كلها،
وقدام خالص بيبقى لويس دياز وصلاح، يعني كان اشبه ب3-4-2 عشان في لعيب مطرود طبعا. ف كانت غريبة منه شوية لحد ما لقى مش ماشية، لقى الدنيا صعبة خالص ناحية الشمال، بالذات ان جاكبو دفاعيا مش احسن حاجة. قام مرجعها طبيعي خالص 4، خلى جو جوميز ناحية الشمال باك شمال عادي، وارنولد باك يمين، وجرافنبرخ وفان دايك في النص جنب بعض. دي كانت كويسة شوية، جرافنبرخ كان عامل ماتش كويس بصراحة. في الشوط التاني يعني ليفربول كانت فايقة شوية برضو، بتلعب على أرضها في الأنفيلد، ما بنستناش كتير. صلاح عرضية جميلة جدا على دماغ جاكبو، بيحرزوا هدف التعادل، وبنشوف الفرقة فائت أكتر، بقى في ضغط، بقى في يعني زي ما بيقولوا كده إيه، خلاص يعني احنا بنلعب على أرضنا، مش فارقة بقى في طرد مفيش طرد، لا احنا هنضغط وهنحاول. وفعلا الفريق بقى كان فايق جدا لحد ما بينزل كوانسا بينزل، جرافنبرخ بيستريح شوية، بيلعب بقى في مركزه الطبيعي، بتشوف الفرقة شكلها أحسن، بيطلع بالكرة بشكل مميز بصراحة. كان جميل الماتش ده. بس يعني ساعتها انا عرفت ليه كوانسا اتاخر قوي في التبديله دي، او ليه سلوت ما نزلش كوانسا بدري، لان هو حرفيا بينزل. كان يعني الجون التاني بيجي بعديها بكام دقيقه، هو التحام بسيط جدا كان ممكن يعمله مع روبنسون بنفس الجمله اللي جت في الجون الاول. التحام كان خفيف جدا، ممكن يعني يشيل الكرة من بدري بس ما بيلحقش. روبنسون بيلعب كرة تانية عرضية، وفي الآخر المهاجم البديل مونيز بيسجل، وبيصعب برضو الوضع أكتر على ليفربول لحد ما البودلة بتنزل، وأخيرا بنشوف عودة جوتا، ودي يعني كانت أحسن الأخبار. بس هو دلوقتي اتصاب برضو تاني، مش عارف ايه الحظ ده، مش هيلعب ماتش ساوثهامبتون. بس المهم جوتا بينزل، نونيز بينزل، إليوت بينزل، دي كانت يعني احسن حاجه في الماتش. ما بنستناش كتير، نونيز بيصنع لجوتا، جوتا بيسجل اول اهدافه في العوده، ودي كانت احسن حاجه يعتبر بصراحه. يعني جوتا هيساعدنا كتير، وعوده كمان كيزا هتبقى في، واليوت كمان، فيبقى في حلول كتيره لليفربول. بس هي المشكله دلوقتي يعني في خط الدفاع بعد كوناتي الدنيا صعبه فعلا. جو جوميز مش احسن حاجه، وكوانسا مش اللي هيشيلك على مدار الموسم او على مدار حتى اصابه كوناتي، فلازم بديل طبعا في الشتاء، وواحد يعتمد عليه اكتر. حاجة أخيرة، يعني كان في التحام كده بين تيتي وجو جوميز. جو جوميز كان بيجري في ظهر جاكبو عامل اوفرلاب، فتيتي ساب جاكبو، قام راجع على جو جوميز، كعبيل وقعه في منطقة الجزاء. الحكم ما حسبهاش ضربة جزاء، ده وقف اللعب عشان يعالج تيتي. فأنا ما فهمتش الحتة دي الصراحة، تقريبا الحكم قال لك ده مش قاصد ولا إيه، أنا مش عارف. كانت تصرف غريب جدا، ما تحسبش ضربة جزاء برضو، بس مش هنصيح. ماتش كويس لليفربول، مطرود منهم واحد برضو، فهنشوف هل الجدول هيفضل مشعل كده ولا الدنيا خلاص هتحسم ليفربول بدري. نروح لديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. ماتش كان يعني مش عارف اقول ايه، هو كان دمه تقيل شويه، كان ماتش بطيء شويه زي ما بيقولوا يعني. وفي الاخر اللي بيكسب، يعني كانت مفاجاه ان اموريم يكسب الماتش ده. ويعني كان في حاجات كتير حصلت في الماتش، خلينا نتكلم كده بسرعه. اموريم بيبدا من غير راشفورد ومن غير جرناتشو، بره القايمه اصلا، دي كانت غريبه شويه. قال لك راشفورد احنا هنبيعه خلاص، لازم نغير شويه حاجات في النادي. وجرناتشو غالبا بيتهموه ان هو بيسرب اخبار الفريق وبيسرب التشكيلات. شفنا راشفورد بره وجرناتشو بره، وتصرف يعني مش عارف جريء قوي من اموريم، ان واحد بيعتبروه نجم عندهم راشفورد ده انه يترمي بره. حاجة غريبة أوي الصراحة، بس ما علينا. بيبدأ بتشكيل الطبيعي بتاعه 3-4-3. شفنا مزراوي بيلعب وينج باك يمين على دوكو، عمل ماتش عالمي. في ناس هتاخد لقطة كده اللي هو دوكو جابها يمين وقام لاعب عرضية فمزراوي وقع، هو بعديها حتى دوكو وقع. يعني ما تخليش اللقطة دي ت- ت- تفتكر بيها ان كده دوكو كان جامد، لا دوكو يعني كان عادي جدا، ومزراوي لعب ماتش عالمي عليه الصراحة، عشان بس شفتها الصبح فتعصبت. شفنا كمان إصابة ماونت اللي اتصاب يعتبر في أول 10 دقايق أو ربع ساعة، بينزل كوبي ماينو بديل. بس هو يعني حفيظ دراجي كان مصمم إنه زيركزي، معرفش ليه، هو أصلا مفيش شبه ما بينهم خالص، بس ما علينا. كوبي ماينو بينزل، وفي الآخر نشوف برونو بقى هو اللي بيلعب قدام، وكوبي ماينو في نص الملعب جنب أوجارتي عادي. ومع نزول كوبي ماينو شفنا اليونايتد اسلوبهم كان كويس بصراحة، بساط من رجل لرجل، مفيش ريسك، وكان اغلب الوقت يعني خلاص مقفولة الناحية دي، ومنقلين الملعب بطريقة مميزة، بساط قصيرة، مفيش استعجال، وده خلاهم كانوا ممكن ان هم يسجلوا. ديالو راح كورة في الشوط الاول كان ممكن يفنشها، بس يعني هي خرجت بره، وكمان كانت اوفسايد، بس
يونايتد ممكن كانت فرصه مش كتير، ولكنه لما كان بيروح فرصه كانت بتبقى فرصه خطيره فعلا. الناحية التانية السيتي بيبدأوا بثلاثة في خط الظهر، جفارديول وروبن دياش وكايل ووكر. ماتيس نونيز بيشارك جنب جوندوجان في نص الملعب أخيرا، ودوكو ناحية الشمال، وفودن ودي بروين قدام ماتيس نونيز وجوندوجان، وناحية اليمين برناردو سيلفا. ستة في نص الملعب، ما اعرفش يعني، هو رودري اتصاب بس مش للدرجات دي يعني، مش درجة ستة في نص الملعب عشان تقفل وتبني هجمة وتلعب وبتاع، كانت غريبة قوي. بس يعني السيتي كانت ممكن ماسكه الكوره شويه، بس ما كانش فيه فرص حقيقيه لحد ما جه الكورنر بتاع دي بروينا. لعبوها حلو الصراحه، هي عرضيه ديفليكشن دخل الجون، بس يعني هي يمكن جمله شفناها للسيتي بقى لهم فتره يعني مش احسن حاجه. فالسيتي قدر انه يسجل ويتقدم في النتيجه، بس برضو نص ملعبهم في ستة وفي كل حاجه، بس كان في اخطاء كتير يعني. دي بروين انا شايف انه خسر الكرة كتير جدا يعني، مش فاكر يعني، شوفوا مش فاكر في الاحصائيات، كانت حوالي 12 مره او حاجه كده. خسر الكرة كتير، ودي حاجه يعني غريبه ان دي بروين يخسر الكرة كتير كده. وكمان يعني اخطائهم دي كانت ممكن تكلفهم كتير، وفعلا كلفتهم، بس يعني مش من عادة السيتي ان نص ملعبهم يبقى بالكواليتي دي الصراحة يعني. دي كان احسن حاجة عندهم هو نص الملعب. شفنا برضو لقطة غريبة في الشوط الاول. مانشستر يونايتد بتلعب كورة عالية طبيعية جدا، فهويلاند يعني ساب ووكر وراح يستلم الكورة يعني. عارف انت اللي اشتغل ووكر راح يستلم الكورة عادي زي اي مهاجم، ام ووكر وهو بيجري، هويلاند وهو بيجري ام كعبله. حاجة انا ما شفتهاش يعني. فبالفاول ده كمان كانت ممكن يونايتد ترجع في النتيجة، بس الكرة يعني اتلعبت وعدت من جنب العارضة حرفيا يعني. ايدرسون ما كانش هيلحقها اصلا، ده هو لولا ستر ربنا كده عدت كده، ويعني فاول غريب ويعني يدل على عدم خبرة يعني بصراحة. الشوط التاني بيبدأ يعني بنشوف السيتي مش بالشكل اللي احنا متعودين عليه، ولا في ضغط ولا في خطورة ولا اي حاجة يعني. هم يعتبر نازلين الماتش احنا كسبانين، عايزين نحافظ على اللي عندنا ده ونقفل ونلعب. طبعا مش محتاج اقول ان هالاند يعتبر ما ظهرش في الماتش يعني. مش فاكر حتى لمس الكورة كام مرة، هم يتعدوا على الصوابع عشان مش فاكر كام مرة، والمرة دي اللي بيمسكه ماجواير يعني، مش حاجة جامدة يعني. ماجواير ماسكك مش عارف تعديه، مش عارف تعمل خطورة حقيقية، كانت غريبة جدا بصراحة. بس انا يعني ما بقيتش استغرب لما هالاند يعني هالاند اغلب الوقت قاعد في البوكس ما بيعملش حاجة يعتبر، ولا حتى بيشوط شوطة ولا اي حاجة. فعادي يعني، ده بقى الطبيعي بتاعه. وزي ما قلنا دي بروين ما كانش احسن حاجه، صنع هدف بس برضو مش دي بروين اللي احنا عارفينه يعني. بس ده راجل راجع من اصابه برضو كده، فممكن يبقى ليه عذره شويه. اليونايتد لعبت ماتش كويس جدا، الشوط التاني نزلوا يعني ولا كأن حاجه حصلت، خسرانين عادي يعني، نلعب برضو لعبنا. حافظوا على هدوءهم وشخصيتهم ظهرت في ماتش زي ده الصراحة، ان هم برضو رغم ان هم متأخرين في النتيجة ما استعجلوش، برضو اللعب بتاعهم بسيط خالص، كرة من رجل لرجل، واغلب الفرص الخطيرة اللي بتيجي من ناحية ديالو طبعا. بس انا كانت مشكلتي في الماتش ان هم ما عندهمش حد يجيب جون يعني. عارف انت هويلاند لوحده مش كفايه. انا كنت عايز زيركزي ينزل بدري شويه بحيث انه يلعب جنب هويلاند، يبقى هويلاند وزيركزي واماد ديالو. بس ده ما حصلش. شفنا بعدها تبديلات ان اصلا هويلاند بيخرج وزيركزي بينزل لوحده. شفنا اماد ديالو بينتهز الفرصة، خطأ من دفاع السيتي، بيجري على الكورة بيحصل على ضربة جزاء، برونو بيسجلها وبيرجعوا في النتيجة. وده بقى يعني مشكلة اللي يقعد يلعب على 1-0، انت ولا بتسجل ولا بتدافع، انت حرفيا واقف في الملعب، انت نفسك مش عارف انت بتعمل ايه يعني، ولا بتجيب جون ولا مقفل كويس ورا. فكلفهم التعادل، وبعديها بكام دقيقة بيكلفهم الخسارة. السيتي يعني ما كسبوش غير ماتش في اخر 11 ماتش تقريبا، كان نوتنجهام فورست. من سيء لأسوأ ان شاء الله. فلازم طبعا نحيي اموريم على الماتش اللي عمله. لعب ماتش كويس جدا، تاني ماتش يلعبه كويس على جوارديولا، اعتقد دي تاني مواجهة ما بينهم كمان. يعني راجل عامل شغل كويس مع اليونايتد، واعتقد اليونايتد لو فضلوا مكملين كده بنفس الطريقة دي، لا ممكن نشوفهم يعني بيخطفوا حتى المركز الرابع او الخامس من السيتي، وممكن كمان يوصلوا تشامبيونز ليج. نروح لماتش كده في لندن، تشيلسي برينتفورد.
شفنا تشيلسي ومعاه الكوره بيبقوا 3 ورا، مالو جوستو وكولويل وتوسن اوديبايو، وقدامهم بيبقى كايسيدو، بحيث ان الكوره لو طلعت مثلا من منطقه جزاء الخصم يجري عليها يلحق يقطع الكوره، وكمان يضغط لو الكوره راحت مرتده وكده. فكره جميله. كمان شفنا انزو مش بيبقى جنب كايسيدو ولا حاجه، لا انزو بيبقى مقدم جدا، سواء جنب نيكولاس جاكسون بحيث انه يعرف يسجل، او جنب بالمر لو يعرف يصنع او كده. كانت حركه جميله الصراحه من ماريسكا، واسلوبهم فعلا مميز وبيساعدهم ان هم يلحقوا الكرة على طول. يعني حرفيا الكرة اول ما بتضيع من تشيلسي ممكن يرجعوها في كام ثانيه. الماتش ده انا ما لحقتش اشوف برينتفورد عارفه تمسك الكوره، اغلب اعتماد برينتفورد كانت على كور طويله في ظهر المدافعين وخلاص. يعني كانت طريقه كويسه من ماريسكا يبدا ماتش زي ده. طبعا بالطريقه دي شفنا تشيلسي خطيره. في اول 10 دقايق كانوا ممكن يسجلوا جونين مثلا، بس يعني نيكولاس جاكسون، يعني مش محتاج اقول لك هو عمل ايه، هو نيكولاس جاكسون خلاص. شفنا برضو حارس تشيلسي سانشيز، يعني مش عارف ليه بحسه مع الضغط كده بيفقد اعصابه ويقوم مطير الكرة في اي حته. يعني حتى برينتفورد مش من الفرق اللي كانت ضغطه قوي في الماتش ده، بس هو حرفيا اي لعيب بيجري ناحيته هو بيفقد اعصابه ويقوم مطيرها في الاوت، يلعبها طويله في اي حته بقى تخبط في دماغ حد وتخرج. غريبة منه الصراحة يعني. بس بيقولوا عندهم لعيب كده ناشئ احتمال ده اللي يلعب أساسي أصلا بعد كده ويفكسوا له أساسي. مش فاكر اسمه، بس هو معار في بلجيكا. مين ده؟ حارس عنده 19 سنة. ده اللي كان بيلعب السنة اللي فاتت ولا ده واحد؟ لا لا لا، واحد بس أنا مش فاكر اسمه، بس هو معار. بس المهم شفنا في آخر الشوط الأول تشيلسي بيترجم سيطرته بهدف عن طريق كوكوريا صناعة مدويكي. أنا متضايق إن هو مدويكي. الشوط التاني الوضع زي ما هو، تشيلسي ضغطة ومعها الكورة ومسيطرة، وبرينتفورد بتحاول بكور طويلة ان هي تروح تجيب جول. في كورتين كانوا ممكن يروحوا فعلا، بس سانشيز بيقوم بدور الليبرو وبيلحقهم بيطلعهم بره. في كورة يعني مدويكي هي تقريبا جملة هم متمرنين عليها، بس مدويكي مش معترف بيها. يعني هو بيلعب ناحية اليمين، وينج يمين تمام، فهو بيقوم ضامم لجوه، فانزو بيقوم متحرك من ظهره بحيث ان مدويكي يلعبها له، وانزو يقوم معرضها تاني لجاكسون او بالمر او اي حد فتخش جون تمام. فمدويكي بيقوم قاطم، فخلاص بقى في مساحة فاضية هنا العبها لانزو، لا بيقوم باصي باصة غريبة جدا او شايط. يعني يا يباصي بقى لبره، في كوره كان عايز يبصيها لبالمر قامت مقطوعه وراحت هجمه مرتده، يا يقوم شايط. هو مش عارف. المره الوحيده اللي عملها انزو لعبها ضعيفه والحارس مسكها. يعني هي اتكررت 3 مرات تقريبا لو انا فاكر. مره وحيده مدويكي لعبها لانزو وانزو لعبها وحش. يعني مش عارف، هي كانت جمله جميله الصراحه لو كانت اتعملت فعلا، بس هو مدويكي يعني عنده راي تاني. شفنا كورة الدقيقة 59 بالمر بيلم كذا واحد في الملعب، بعدها بيديها لسانشو اللي هيظهر ولا إيه؟ ماشي. شفنا كورة الدقيقة 59 بالمر بيلم كذا واحد في نص الملعب، بعدها بيديها لسانشو اللي بيلم كذا واحد على ناحية الوينج الشمال، بعدها بيقوم لعبها لجاكسون. الجون فاضي، والله العظيم الجون فاضي، جاكسون شاطها فوق العارضة. هو واقف على الخط بتاع ال6 ياردة ده، هو شاطها فوق العارضة. يعني اكنه بيدافع لبرينتفورد حرفيا. في اخر الشوط بنشوف جونين ورا بعض، تشيلسي بتخطف مرتده، انزو بيلعبها بسرعه لنيكولاس جاكسون بيسجل منها هدف. يعني فنشها حلو الصراحه، عشان يعني برضو مش عايز اجي على الراجل، ضيع كتير بس فنش دي حلو. واهم حاجه ان انزو صنع. وبعديها برينفورد بتنجح ان هي يعني اللي هي بتلعب عليه، تعرف ان هي تجيب منه جول. كرة طويلة مبويمو بيستغلها بيفنشها على طول. يعني الماتش بيخلص، وهو بصراحة كان ماتش بسيط. شفنا في اخر الماتش كوكوريا بيتخانق وبياخد طرد. يعني مش عارف ايه حب اللعيبة في ان هم يطردوا بعد ما الماتش يخلص. برضو ايات نوري الجولادي طرد، وكونيا مسك في مساعد مدرب ابسويتش، مش عارف في ايه الجولادي يعني. بالنسبة لماتش توتنهام وساوثهامبتون، يعني كل اللي هقوله ان ماديسون لازم يفضل اساسي، يعني مش اكتر من كده. هما 5 جوال، جون في اول دقيقة لماديسون، فالراجل ده ما ينفعش يخرج من الملعب. مفيش حاجة تانية اقولها الصراحة. وبس دي كانت نهاية حلقتنا. متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، تابعونا على فيسبوك وعلى تيك توك، ويعني يا ريت تشاركونا في الكومنتس شايفين مين اللي ممكن ياخد الدوري. هل شايفين تشيلسي منافس حقيقي؟ لو وصلت لاخر الحلقة كده شاركنا في الكومنتس عن رأيك يعني. سلام.